اهلا بيكي في سينكاست. أنا حاليا creative director كريتيف و دايركتور، published author و design teacher. ديزاين تيتشر. بحب أدي workshops، بحب أتكلم مع the younger designers about what is design، سواء بقى وضع الشغل أو حاجات أكاديمية، حاجات محتاجين يعرفوها. بحاول دلوقتي أعمل my own small studio، ف this is kind of the commercial part of my life. و published author كتاب Absolute Egypt، عملته من سنين ولحد دلوقتي بتكلم عنه، وسعيدة إن أنا بتكلم عنه. وسعيدة بسينك لأنه فعلا I would say الواحد بينقل خبراته وتجاربه للأشخاص الأخرى، بس أنت بتقعد تتعلم. والمجال بتاعنا يمكن whatever it is the creative fields دايما بتخليك amateur mentality عشان تعرف أصلا تكمل فيه سنة أو سنتين كمان. you have to be دايما الجونيور اللي هيتعلم حاجة جديدة حتى بعد ما تكمل 30-40 سنة خبرة. ده إذا خلاص قررت تخلص حياتك كلها وانت ديزاينر ومبسوط. لا، هو لازم تبقى دايما حاسس انه في حاجة جديدة تتعلمها، ودايما متلقي ودايما open. فهنا انا باجي اتعلم، يعني انا بحس ان انا بتنطط زي العيلة الصغيرة اول ما بشوف الناس ايه ده مستر حازم مش عارف ايه، وتلاقي الناس يعني entertainers حتى والكوميديانز هم بيعملوا حاجات of value of concepts، بس الموضوع it looks so easy. انت لسه كنت على المسرح بتعمل بعدين جيت تتكلم بجد وعارف تعمل ايه، فالموضوع is very impressive. فانا باجي اتعلم، واحيانا بتقولوا لي تعالي اتكلمي على المسرح، ف that's also another perk. انا I'm very sure ان في ناس كتير بتستفيد من ده. وانا خليني بس اقول حاجه الاول، انت مصر في المطلق ده كان ابتدى انه هو الباتشلرز بروجكت بتاعك في GUC، صح ولا انا غلطان؟ true. ف يعني ما شاء الله how many of us get to ان هم ياخدوا الباتشلرز بروجكت بتاعهم ويكمل معاهم فتره طويله، وكمان يبقى published book، وزي ما انت قلتي لي واحنا بنتكلم بره خط بوكس. yes ده خط الببلشر. بوكس ده الببلشر. اتس published الحمد لله، ونزل وعامل شويه الحمد شغل لله. جامد انا سمعت. شوف، هو بداية الموضوع كان فكرة ساذجة جدا من لسه واحدة ما اتخرجتش من الجامعة عايزة تفهم يعني ايه ثقافة بصرية، ويعني ايه ابقى مصممة مصرية عموما. لان كتير انا خريجة من الجامعة الألمانية، قد ما هي ادتني كتير جدا، قد ما عندنا دايما شوية الخريجات او الخريجين عموما مش عارفين هويتي ايه، لان معظم المدرسين او الدكاترة كانوا باك جراوند ألمانية او أوروبيين. فده كان بيعلمك التصميم بشكل حلو جدا، وبتستفاد من خبرات الناس اللي بره، لكن بيسيبك wondering يعني ايه ابقى مصمم مصري او عربي. فيمكن بدأت من هناك بشكل عشوائي جدا، اصور الشارع، اصور كتب الافكار. كتاب الافكار بتاعي وانا صغير كان قدام فيه جزء عامة، ورا فيه جدول الضرب عشان نعرف الماث. فبدأت أجمع الحاجات دي وأحاول make sense of them. دايما الببلشر بتاعي بيقول لي تحاولي to make sense of what is. أحيانا في حاجات you can't make sense of it، بس بدأت الباتشلر بالفكرة ما حدش فاهم أنا بعمل إيه، أنا مش فاهمة قوي. السوبرفايزر كان فيليب بولزن، والسكند سوبرفايزر كان زابين مولر، والاتنين كانوا سايبين لي المساحة الكاملة. يعني أنا فعلا دي اكتر هدية ممكن مشرف يديها لك، هو سايبك ويوجه دايما بشكل صحيح تعمل ايه. سابين مولر صح؟ Yes. Okay. I think I've worked with her before. She's فعلا exceptional هي actually. العميدة دلوقتي ايوه للكلية. yes exactly. انا ساعات كنت ببقى سعيد الحظ ببقى جوري external jury يعني، فلا actually فدايما كان كلمتها ليا مفيش براندنج هنعمله، مفيش حاجة اسمها لوجو، ده cultural project. you can't brand a culture، لأن ده محتاج يبقى more open to interpretations. عملنا براندنج في الآخر بس بشكل unusual، برضو هبقى احكي لكم عنه. بس بعدها كملت في البروجكت، كانت ناس بتقولي انتي بترمي مشروع تخرجك لأنه محدش بيبص على الحاجات اللي في الشارع. ما يفضل على المحل بتاع اللبان اللي جنبيه مثلا، لبان الحاج محمد عبد الله مثلا، ولا اليافطه المروريه الزرقاء اللي هي اصلا حروفها وقعت شويه. ما حدش بيبص على الحاجات دي، احنا بس بنستخدمهم عشان اعرف ان ده محل، امشي الشارع يمين شمال صح. بس هي دي الفكره بالنسبه لي، انه لا، هو الحاجات دي انت عايش بيها، فانت دارس ولامس اهميتها first hand. فيعني ايه انت
ما تعملش اهتمام بيها. اول حاجه تفهمها وتقدرها كفيجوال كلتشر. انت لو دلوقتي عملت ريسيرش سيرش في جوجل على Egyptian visual culture هيطلع لك فراعنه. بدأ شويه يبقى فيه باترنز، حاجات من اسوان، من الصعيد، بدأ يبقى فيه بنعبر عن الثقافات، ان احنا ثقافات كتيره جدا في مصر داخل نفس الارض، بس احنا دايما نقول فراعنه او اسلاميه. هل نقدر نهرب منها ونقول contemporary Egyptian art فيطلع لنا حاجة مختلفة؟ انا بحب contemporary بس it's very generic as a word. What do you label as contemporary؟ المعاصر اللي في المرحلة اللي احنا فيها مثلا. صح. يعني when you made your book for example انا الجيرني دي بصي I'm very انا قلت لك ان انا interested جدا فيها، لان اكيد انت ما كنتيش في الجامعه بتفكري انا هعمل باتشلرز بروجكت هعمل بيه كتاب هيلف العالم خالص خالص. فاهمه قصدي ايه؟ what was going on in your head؟ يعني انت فعلا ايه الوعي اللي كان عندك بالظبط باللي انت كنت بتعمليه في الوقت ده؟ انا ما عنديش وعي، انا ما عنديش اكتراث باللي هيحصل او تداعياته او whatever. انا حابه اعمل حاجه I'm gonna put it out there. وانا اللي رحت كلمت الببلشنج هاوس، وانا رحت له امستردام وعملنا الميتنج ورحت لهم بنسخه من الكتاب. انا مش مجمعه حجم الموضوع، انا دريفن لان انا بفكره ان انا عايزه اطلع اللي انا شايفاه بره. انا شايفه حاجه حتى الناس الاساتذه في الجامعه كانوا شايفينها وقالوا لي حرام هتضيعي مشروع تخرجك، اعملي ريبراندنج متحف مصري مثلا، براندنج يعني اعملي حاجات لذيذه فيهاش حاجه وهتبقى حلوه. قلت لهم لا، انا عايزه افهم my contemporary visual culture، وبالذات للحاجات اللي بدأت تروح اللي هي في المناطق الأقدم من القاهرة. ودي الحاجات اللي لقيت اساتذتي اللي انا شايفاهم ما شاء الله يعني خبرة في المجال، دي اكتر حاجة كانت بتشدهم لما ينزلوا. بس احنا بنتعامل مع ثقافتنا البصرية زي الأجانب. طب هو مش من البلد، فطبيعي ان هو ممكن يصور صورة 2 لسه معاش فيها كفاية عشان يفهم معنات ان انا حاطط صورة ابني على اليافطة بتاعت محل الخضار بتاعي. هو مش عارف ان البيزنس كارد بتاعتي اللي عليها كل الفاكهة اللي في الدنيا واسم عيلتي انا في من اكتر بيزنس كاردز اللي جمعتها بحبها واحدة وحاطة الكعبة وراها وهي في الحج، واصلا المحل بتاع ابنها مش محلها. فالناس they are very personal when it comes to putting out design. كل دي notions حلوة نتعلم منها، نستحق ان احنا وبالتالي لما نتعلم منها نفهم الدوافع الثقافية والاجتماعية اللي وراها. فبالتالي لما انتج حاجة لمصر تبقى حاجة ليها علاقة بالثقافة دي، ازاي احنا عايشين، بنحب ايه، بنفضل ايه، مش حاجة جبناها ترند من بره مصر وقررنا انه this is the design to be put. by the way كل اللي قلته ده انا اتعلمته من الكتاب وحطيته في commercial projects ما يبانش عليها انها مصرية بالمعنى التقليدي، لان بالنسبة لي عرفت ان الثقافة is an attitude، هو اسلوب هتلاقي حاجات دوشة، حاجات خفيفة، الكلام في السنتر، الكلام هتلاقي فيه حاجات اتكررت بشكل غير مباشر بس انت حاسس انها من عندنا. حتى لو عملت بروجيكتس كلها بالانجلش مثلا هتبقى عارف ان انا حطيت حاجات شويه كلتشر، ان صاحب المطعم ده عربي مثلا اردني فعايز يحط شويه من ثقافته فيه. فاحنا فهم اللي اداهولي الكتاب يمكن انا ده يعني انا عملته عشان حاجتين، انا افهم واطور ماي اون فيلوسفي عشان لما اطلع للسوق ابقى عندي وعي وانشر الفلسفه دي، او اخلي ادي القدره على لاي حد انه يعمل his own philosophy عشان يفهم الحدوته اصلا، يعرف ينتربرت الفيجوال ستوري اللي قدامه. يعني في حاجات هتلمس معاك مش هتلمس معايا زيها. فهم. فحبيت حته الحياديه شويه. اي نعم عندي اراء بقولها في الكتاب احيانا بس بحاول ابقى at the background. انا كل اللي بعمله بشاور. وتاني حاجه حته انه لما تكتب Egyptian visual culture هيطلع لك جنب الاهرامات كتاب Absolute Egypt. وده اكتر حاجه بالنسبه لي كانت انا هو ده اللي انا عايزاه، انه alternative narrative في شكل مختلف للثقافه المصريه، في اهرامات وتاريخ، وفي ثقافه معاصره في مناطق وسط البلد والحاجات الاقدم، وفي حاجات ثالثه في الصعيد، في حاجات رابعه في مصر القبطيه وهكذا. يعني عندنا rich cultures. انا اللي حسيت انه بيروح كانت الحاجات الاقدم اللي في القاهره، فزي المعز وشارع محمد علي، وركزت على 8 مناطق أساسية عشان برضو كمادة بحثية محتاج ان انت توضح اتعملت فين ويبقى عندهم نفس البارامترز متشابهين في حاجات، فنقدر نقول ان في identity
في الاماكن دي. في الحقيقه انا كنت محظوظه ان الريسيرش نفسه لما بتنزل الشارع في مصر بكاميرا او بموبايل وبتصور يافطه محل او حاجه حتى لو مرميه على الارض، دايما تلاقي بقى اي حد معدي يقولك بتعمل ايه. فكان مامتي معايا كل مره بنزل. احنا 3 شهور، شهر ونص، شهرين منهم كنت بحث، وبعدين قعدت بعدها 2.5 سنين بتعاون مع خط بوكس ايدو سميثهويزن وهدى ابي فارس. هما الاثنين استثمروا فيا، بالذات ايدو استثمروا فيا وقت. كانوا دايما يقولوا لي احنا عايزين الكتاب يبقى publishable، دي لسه ماده بحثيه لطالبه، فلما هتطلع تتقارن بكتاب حد عنده 30 سنه خبره عمل حاجات اعمق مني بكتير، كافكار، ككتب، حاجات بتست التون بتاع what we need to learn. فانا بالنسبه له لا طبعا I'm not there. لسه كنت بتكلم امبارح في ده. السنتين كانوا كل الفيدباك في محله، كل الفيدباك كان قاسي، كل الفيدباك علمني حاجه عن نفسي انا ما خدتش بالي. set your ego straight, get over yourself، ما بقاش pretentious. انا دلوقتي معايا قد كده خبره، انا شغاله في ده، انا لسه بادئه استوديو هيبقى صغير، انا ما اعرفش ايه اللي قدام هيحصل، بس ده الحاضر. ويمكن ده اللي عملته في الكتاب نفسه. مش هنقول دي اعظم حضاره، مش هنقول دي اقل حضاره، مش هنقول ان دي حضاره ليها اي حاجه بالسالب او البوزيتيف. انا هقول ان دي حضاره الواقع بتاعنا واحنا بنستخدمها في كذا. انا بس هقول لك على ملحوظه صغيره جدا، ويعني بليز فيل فري انت هي غلط، بس ما بيتهيأليش ان انت مش عارفه الدنيا رايحه فين. انت في سنه ثقه معينه كده. I think انت بتقدري تعملي شويه فيجواليزيشن او توقع الدنيا رايحه فين، وبتحط لها استراتيجي في دماغك. لان انا شايف حد قدامي دلوقتي بيتكلم مدير فني في منتخب، احنا هننزل نلعب 4-4-2 وهنعمل مش عارف كذا، نروح هنا عشان نعمل مش عارف ايه. فاي دو ثينك it's not ان انت، انا كنت محظوظه، ده جزء التواضع اللي انت بتطلعيه وظاهر لا قد هو ايه انت ده ريل بيرسون. ده الحقيقي بس يعني ده اللي حصل حقيقي فعلا. انه فعلا ابسط حاجه لما اروح لهم اجتماع ممكن يرفضوا يقولوا لي معلش it's not publishable، لانه فعلا it's not publishable. بس هم لقوا عندي استعداد عايزه publish وعايزه اعمله حاجه كويسه ونطلعه. انا ده الهدف بتاعي. وهدى قالت لي انا حسيت انه you have something to give، ف we wanna be able to help you to go there. بس لا kind of، بس فعلا لا. هو انا دلوقتي في وضع طبعا مش مكانهم. هم ساعتها فرق كده في الخبره 30 سنه لما كلمتهم من تقريبا 8-9 سنين، فلا مفيش مقارنه. بس انا فاهمه يعني ايه تستثمر وقتك في حد مفيش وقت هيرجع لك تاني. هو ده انا بالنسبه لي اكتر حاجه ثمينه في الدنيا، الوقت، مش الفلوس، مش البريفيليجز، مش الشغل، الوقت. فان انا قرروا يستثمروا فيا 2.5 سنين تقريبا باك اند فورث ايميلات، والايميلات كلها اون بوينت. اتعلمت. هو ايدو قال لي في الاخر خالص، قال لي يعني انا مبسوط باللي عملتيه، وانا لازم تعرفي ان احنا حبينا نقدم لك حاجه اغلى من اي حاجه، ان احنا نديلك learnings ازاي تبقي critical thinker بجد، او ازاي تقيمي الحاجه صح، او ازاي تشوفي الحاجه بعين صح. ودي حقيقه انا شكرت، قلت له انا ما كنتش عارفه ان انا محتاجه ابقى احسن كشخص في حاجات عشان اعرف ادي a valuable output للناس. فاهم. احسن هسمع احسن هايفالويت. ان انت قدره انك تعمل حاجه، تنام تصحى تشوفها بشكل جديد تماما. اعتقد ده تقدر بقى تطلع لستة مشاكل. لا انا هعدل 1 2 3. انت كده you're out of yourself. انت قدمت حاجه وتاني يوم جيت بني ادم جديد مش متعلق بالماضي، مش قايل انا كنت جامد امبارح جدا وحسيت ان انا عادي. انا بسمعها تاني وهفكر معاك ونشوف تبقى ازاي احسن. عايز اعمل بس زوم على حته كده معينه. انت دلوقتي قلتي ان انت published author، واتكلمنا عن الرحله دي، واتكلمنا عن الفيجوال ارت عموما، وان ازاي احنا ذاكرنا الهويه البصريه او عملنا انتربريتيشن ونقلناه للناس. فانت ده كان كومبو ما بين ان انت بتترجمي الكلام ده بشكل معين الناس تفهمه and you're an educator. انت which is the third thing you do, you're an expert educator. فلو انا دلوقتي حد بيسمع الابيسود دي وحد انترستد جدا في الفيجوال ارتس، اوكي، انا عايز نصيحه منك كارتست تديها للحد الصغير اللي بيعمل الباتشلرز بتاعته دلوقتي. هل هو ممكن فعلا يعمل التوبيك ده يكمل معاه؟ يعني ده حصل في حالتك، يعني I'm not asking if this is doable, I'm asking how can they decide
ان they have something in their hands. هو مبدئيا انا مش اكسبرت خالص، انا برضو بفكر معاك اوت لاود، بس في حته الباتشلرز لو هنقول انا عايزه اعمل مشروع تخرج كطالب او حتى مشروع عموما يبقى on the side ليا كفريلانسر عايز اعمل فيه الحته بتاعتي، ما تفكرش ان انا عايزه ابلش، ما تفكرش ان انا عايزه اعمل حاجه فارقه، فكر احنا محتاجين نعمل ايه. يعني انا لما طلعت ساعتها ما حدش فاهم برضو انت عايزه ايه، انا عارفه انا عايزه ايه بس انا مش عارفه هوصله ازاي، وبفجرت اوت كل فتره. طبعا كانت فتره مشروع التخرج موتره جدا لان انت ما عندكش الخبره الكافيه انك تفهم، واللي حواليك برضو عايزين يسيبوك مطلق حريتك، ولكن عايزين برضو يفهموا في الاخر هتوصلي لايه يعني. فكان عبارة عن أنا بكل سذاجة برمي نفسي في الشارع بالورق والكاميرا وقاعدة على رصيف على الجنب، جبت ساندويتش الفول وقاعدة بكتب الكومنتات اللي لاحظتها في الشارع مثلا. مع الوقت تجمع ماتيريال كفاية تلاقي باترن بصري للي احنا بنعمله، وبالتالي تقدر تشوف اللي ورا الباترن البصري، زي ايه الدوافع الاجتماعية او الدينية. في حاجات بقت انا عملت كده عشان جنب الكتاب بوستر سيريز ببيع دلوقتي بعض من البوسترز في كايروبوليتان، فيمكن تشوفوها. عن بقى نفسي اقول رأيي في حاجات، نفسي اقول ان لما صورت شهادة الميلاد مكتوب بدل الجنس النوع، عشان في كلمات مينفعش نقولها حتى لو هي مش ده معناها. فأحيانا the language is being dimmed in some ways which is not good for any language for no apparent reason. فكان عندي أحيانا أفكار فلسفية، بشوف الستات وهم قاعدين مجتهدين ومش عارف إيه، فحاسة إن الست دايما مش متشافة، فعملت بوستر الست مديانة ظهرها وقاعدة مثلا، وكشكل طابع بريدي على أساس إن الطابع البريدي بيحتفل بالشخصيات المهمة. برضو ده كان جزء من الكتاب. بس أنا كنت من نوع إن اشتهرت فترة اللي هو انتي بتلمي أي حاجة، انتي حاجات أنا ده التارجت بتاعي، الحاجات اللي انت مش حاسس إنها مهمة أنا عايزة هايلايت، لأن you do live with design solves, design is beyond It's problem solving at the end of the day. precisely. وفي نفس الوقت we need to understand أهميته فنقدر نوظفه بشكل إحنا عايزينه، مش تلاقي أحيانا في حاجات بتطلع وثقافات وبعدين محيناها وإحنا مش واخدين بالنا وكملنا visually، حتى مش بنتكلم كحتى يعني concepts. طيب ده حصل عشان مفيش وعي أنا معايا إيه، وبالتالي هو بيروح مني. طب أنا عايز ازاي ما يبقاش عندك critical idea of your own culture، سواء بقى احنا هنروح حتى للصعيد، هنروح لكل حتة في مصر، ازاي ما عنديش وعي. القدرة على الانتربريتيشن دي هي talent ام skill من وجهة نظرك؟ ده بالنسبة لي critical thinking for sure. انت فكر نقدي، بتحاول تركز ايه الحاجات المهمة، ايه المشاكل، ايه الحلول، ومن غير ما تقول ان انا عايز انا بفكر في المشكلة دي عشان انا هلاقي لها حلها خالص. انت بتهايلايت ايه المهم عندنا، الحل ده بعدين ممكن انت تعرف تعمله او حد تاني. ما هو القدرة بقى دي انت شايفاها talent innate هتبقى عندك رباني او مش عندك؟ دي muscle ممكن تنورها، انا بالنسبة لي على so you can train, so it's a skill you can learn over time. true. وبالنسبة لي انه البني ادم اتخلق عشان بيفكر مبدئيا، دي اكتر حاجة ميزانة عن اي species تاني. فان انت الماسل بتاعتك التفكير مش بس ان انت تبرسيف، ان انت تبروسس and then to give your own output بقى، سواء انك بس تهايلايت او تعمل الحل. بس انا ما حبيتش فكرة التصميم يبقى بس محصور فكرة هعمل براند، هعمل حاجة كوميرشال، العميل عايز كذا وبس. التصميم ده اسلوب حياة وجزء من ثقافة بصرية بشكل عام، منها الأفلام والأشكال الاركيتكتشر وكل حاجة، ده كله ثقافة بصرية. فلما تلاقي، وأنا كنت عاملاها في النسخة الأولية للكتاب بس هو كنا محتاجين نقلله فشلنا شابترز، فكان من حاجات حطيت عربية فول في شارع في هولندا، حطيت عربية فول في شارع في المعز، والاتنين فوتوشوبت. ف which place does it belong to better؟ obviously المعز، مش it doesn't belong لهناك. هي دي مشكلة لما ناخد ترندات من بره visually ونحاول نطبقها هنا، مش بتاعتك، مش انت، مش معناها انها احلى او اوحش، هي مش بتاعتك. it just doesn't integrate، هتحس ان في حاجة غلط. انا شفت قبل كده فعلا حاجات على البيلبوردز هي فعلا شكلها كاتشي، بس انا متأكدة محدش بص عليها. ودايما بنروح لأستاتيكس معين
فعلا انا عارفه تكنيكلي هم جابوا حد واضح ان ده حتى لو مصري جاب الترانز من بره او لو هو اجنبي مش هتسمع. بالذات حاجات الريل استيت اللي حاصله الفتره دي في البيلبوردز تحديدا، ان انت بتلاقي دايما الصوره اللي هي خلينا نقول فعلا اوت اوف بليس، اتس نوت ملهاش هنا علاقه، هتحس ان خالص. الخلفيه دايما ورا البيلبورد غير البيلبورد نفسها. اوكي. when this happens you fail to put something contextual. مش يخاطب الشخص. يعني انت you failed. انت عايز تعمل statement لاشخاص معينه بس هي اللي هتلحظ ده ممكن، بس انك تعمل national campaign في حاجات it needs to talk وجزء من التواصل بيبقى بصري. طب حاجه بس انا كيوريوس فيها قوي بصراحه، بما ان انت بالنسبه لي يو ان اكسبرت في الحته دي، فاكره على الدائري لما كنا بنعدي ونلاقي المباني كلها طوب احمر، وفي فتره كده عشان التوسعات فبقينا نشوف جوه الاوض الحتت الملونه دي، فيرسز ان دلوقتي بقينا محضرين الطريق شويه عشان واحنا رايحين ناحيه المتحف المصري الكبير نبقى شايفين حاجه احسن شويه بلون اورنج. انا بقول احسن شويه وممكن يكون ده مش رايك طبعا، بس يعني خلينا نقول المباني اتدهنت واتعمل لها كوتنج ومش عارف ايه وترسم عليها رسومات معينه. اتس كايند اوف فولكلوريك شويه. انا مش برضه انا مش اكسبرت، بليز صلحي لو انا غلط. فالقديم فيرسز الجديد اللي انت شايفاه ده، what do you think is more is more معشق مع الكالتشر بتاعتنا؟ شوف هقولك الكالتشر مش معناته ان انا بالنسبه لي بربط اي حاجه culture it needs to be reserved ان الناس عايشين فيها ودي اسلوب حياتهم. أوكي. وده هم مبسوطين بالوضع ده. هو متأقلم ان انا لازم بيتي لازق في بيت جاري، انا مش عايز حاجه بجنينه، انا حاسس كده ان حد ممكن ينط من جنينه ويسرقني، انا ده مش وضع بيريحني مثلا. فده انعكاس للثقافه بشكل مباشر. الناس بتحب عايشه ازاي، عندها معتقدات ايه. دلوقتي ان انا اغير مباني على دي حاجه حلوه وحاجه وحشه في نفس الوقت. عادي you can consider فعلا احنا بنظبط المكان اكتر وبنخليه متناسق اكتر، طبعا فيجوالي يبقى احسن. on the other hand هتلاقي في حاجات في ستور كايروبوليتان وهو بيعمل حاجات بتحتفل برضو في جادجت، هتلاقي احيانا طوب احمر ده معمول كشكل باترن للابتوب سليف او حاجات تشتريها عليها شكل الطوب الاحمر، فبقت ستيبل شويه عندنا. احنا هنحط فلوس في المباني بس مش هشطب، انا مش هبولش، انا عايز مبنى قوي يعيش بس انا مش هدفع فلوس للتشطيب. ده معتقد انعكاس بصريا. لو هو هيخدمك بشكل ايجابي في حياتنا تمام، لو مش هيخدمنا بشكل ايجابي يبقى محتاجين نفكر فيه تاني. هي دي دايما المعيار، والا ما ينفعش نبقى زي حد جاي من بره يقول ايه ده هم ازاي عايشين كده، او حد عايش هنا يقول لا ده انا كل حياتي ضلمه انا عايز اغير. لا، هو في واقع انت محتاج تحترمه. لو في اي تغييرات محتاج تعملها عشان تعيش عيشه احسن وتبقى مبسوط اكتر please do. that's the critical thinking بقى. بس ما بقاش عندي prejudice معين او فكره معينه بطبقها وما فكرتش بقى كونتكست او حاجه. بس في العادي انا بحب الحاجات اللي بتحسن من ده، بس احنا لازم نبقى عارفين احنا اللي عندنا من ثقافه حتى اسلاميه قديمه في المناطق الاقدم او الثقافه الشعبيه، ده مزار لناس كتير. ده انت الناس بتيجي تدفع فلوس عشان تتفرج على ده بس، وبتصور وتلاقي الريل بتاعها كله صور حاجات حلوه من وسط البلد. انت محتاج ان وسط البلد معظم الاركتكتشر بتاعها طبعا مش مصري، اتبنت في فتره كان فيها استعمار، فتقول لا ده مش مصري، لا ملهاش علاقه. اي حاجه موجوده على ارض مصر ومكمله معاك لحد دلوقتي بتستخدمها، دي ثقافه معاصره. فحته التقبل الواقع ونظره ايجابيه ان انا ازاي نعيش فيه حياه احسن، مش ان انا اغيره فقط. مش الفكره ان انا اعمل modern architecture. that's not the goal. the goal is to have an architecture that speaks with the people's needs. يبقى في الاخر لما اطور في حاجه او اغير في حاجه ابقى عارف هي هتخدم ده ازاي. and it should definitely tell the story that's happening جوه من خلال ان احنا شايفين الريزلت عامله ازاي، كلنا بنinterpret الموضوع ده. انا personally بحب اشوف شكل الغسيل وهو منشور. yes. انا بحب المنظر ده، بحس هو اوريدي بيقول حاجه عن الناس اللي عايشه جوه. وطريقه رصته وطريقه الالوان وكل. طبعا في ناس تختلف معايا ده مش شكل حضاري، طبعا انا برفض كلمه حضاري او مش حضاري، دي كلمه استعماريه شويه بالنسبه لي. ملهاش علاقه. الحضاره هي وجود ناس بتطورات معينه، مش هنليبل حاجه انها civil ونوت civil بيزد على معيار مش بتاعنا. فلا، انا شايفه ان احنا لو ركزنا نتقبل كتير من الحاجات اللي رافضينها
ونتقدم بيها قدام. يعني دي من الحاجات كتيرة قبل ما تبدأ ترند. ما أنا مشكلتي الناس بدأت تحط عينيها على الثقافة وبيحطوا بس شكل الجنيه على توت باج وخلاص. احنا بنابروبريت نفسنا. انا كده بتعامل مع ثقافتي ان انا اجنبي. ما انت محتاج تحاول تفهم. انا الكتاب كان هدفه استفز القارئ ايوه يروح هو يعمل ريسيرش بنفسه بقى. انا حطيت صفحتين 3 على عربيات الاكل، اتفضل انزل شوف. بصي انا منبهر من عضله الكريتيكال ثينكينج، لان this is kind of a lesson للناس اللي بتسمع. انا مش بهرج والله. اي حد interested في الفيجوال ارتس انا بنصحه في الحلقه دي يركز على how you interpreted things and how you critically thought about topics زي اللي احنا اتكلمنا فيه ده. واعتقد ان دي الحاجه اللي لازم يشتغلوا عليها من وهم في الجامعه لحد ما يكبروا، لان دي اعتقد اكبر فاليو. يعني ده اللي مخليكي تعملي كل الحاجات الحلوه اللي بتعمليها دي، حتى في اختيارك ان انت تروحي لهولندا علشان تشوفي ازاي تعملي publishing للكتاب. you were critically thinking about it. يعني بجد بحييكي قوي على ده. Thank you. و I want to close up this episode ده بعد إذنك طبعا after you give us a one statement كده صغيرة، نصيحة صغيرة خالص كده تفضل تشتغل في دماغ كل اللي بيسمع الابيسود دي في رحلته عشان يعمل كتاب أو عشان يضيف للفيجوال ايدنتيتي المصرية في يوم من الأيام. إيه الجملة اللي ممكن تكون بتيجي في ذهنك كتير بتعيديها لنفسك مثلا؟ يمكن من حاجات كتير بقولها انه مجالنا اوسع من ان هو يبقى كوميرشال. احنا مجالنا بحثي كتير، ومجالنا محتاج ان احنا نفكر بعين تانية. انا لما اعمل حتى المشروع الكوميرشال ده او البراند دي وتطلع للمكان ده، ابقى عارف ان انا عليا مسؤولية ان انا بضيف حاجة للفيجوال لاندسكيب، وعارف ان انا عندي قدرة ان انا اغير في الفيجوال لاندسكيب على مدى بعيد طول ما انا مكمل في المجال وبطلع ديزاينز جديدة. وتأكد ان علاقتك بثقافتك وحياتك في بلدك هيبان في شغلك، هيبان في علاقة تنشن، هيبان ان انت متقبل، هيبان انك محترم، هيبان انك بتحب. انما ما تحاولش تديسجارد طريقة عيشتك بالكامل او عيشة الناس اللي في بلدك على اساس انه انا مش حاببها، انا حابب حاجة تانية، وده واقعك. فدايما بيبقى عندك انفصام نوعا ما بيبان برضو في الشغل. يمكن احنا كمصممين مصريين محتاجين نعرف ان احنا عندنا potential عالي جدا beyond ان انت تعمل بس حاجات على الادوبي سوت او تصمم حاجة لكلاينت. لا، وانت محتاجين ننزل ونفكر ونشوف احنا عايزين نحط ايه في المجالات. ديزاينرز بشكل عام احنا صانعين البصريات او صانعين، وده اللي بالتالي طبعا انت اكيد ادرى ده بيأثر في النهج العيشة نفسه والسوشيال نورمز وذا كور كونسبت. فلازم نبقى عندنا وعي بده. انت مش بس قررت انا هبقى ديزاينر. كتير قوي بيقولي انا خريج كلية مش كلية ديزاين بس عايزة ابقى ديزاينر وعملت كارير شيفت. حلو، طيب ناوي تعمل ايه؟ قاعد شغال دلوقتي في شركة بعمل شوية سوشيال ميديا احيانا كذا وخلاص. هو فاكر ان هي دي الشغلانه بس. الشغلانه so much more. انت محتاج تبقى فاهم في البيزنس وفي الماركتينج وفي conceptual thinking والcritical thinking strategic thinking. ودول مش كلهم تايتلز كبيره بقولها عشان ساوند فانسي او شطوره، لا، كلها توبكس كبيره. محتاج دور على كتب واقراها عشان فعلا تبقى داخل المجال بتعمل الشغلانه من اولها. انت رحت عند اكن انا عايزه اتمشى للمبنى اللي هناك، لسه كنت بقولهم امبارح عايزه اتمشى. فانا بدل ما بتمشى ده كده كديزاين بروسيس، بدل ما ببدا بفكره وبحث وابدا اطورها واطور عليها ازاي الترجمه البصريه وتبقى ده استراتيجيك مع البيزنس في نفس الوقت بيخدم الناس الكلاينتس ازاي وهكذا. بدل ما اقول انا هتمشى انا قررت انط من هنا لهناك. كميه التوتر والمجهود اللي على الفاضي والحاجات هتعمل ايه؟ هتقعد مش هتفشل تنط من هنا لانك تعمل النتاج البصري على طول. هتعمل ايه؟ هتقعد تنط نطات طويله هترهقك وهتحس ان انت متوتر، وبعدين توصل لهناك تبقى تعبت وحاسس انه يا دوب انا خايف ان هم يكتشفوا ان انا مش شاطر قوي، ان انا مش عارفه عملتها ازاي. بروسيس لوحدها انك تبقى فاهم تعمل ايه في بروسيس وما يتطلبه منك كديزاينر، مش ان انت صانع بصريات بس، في حاجات كتير قبلها. ده اعتقد دي القوامه اللي انا عايزه الديزاينرز المصريين عشان تبقى جاهز تبقى احد صناع الهويه البصريه المصريه، احد صناع البصريات بشكل عام.
البصريات. هتضيف للهوية بشكل عام on the long أوكي. term for sure. بس تبقى اسمك ديزاينر visual designer، ان visual designer بعمل الفكرة الشكل من غير فكرة، دايما دي بتبقى المعضلة كتير جدا في discussions في workshops. انا بحب الworkshops لاني بنقعد one to one conversations اكتر من ان انا بقعد ادرسهم technicalities. هيلاقوا ان معظم اول lecture كلها ساعتين احنا قاعدين بنتكلم ونتناقش، وبعدها عملنا exercise بيحاولوا يعملوا conceptual thinking ويطلعوا افكار من جوه افكار، وكلهم بيجت confused. انا جاي اتعلم هنا ديزاين، احنا بنعمل ايه؟ بس ده موال. بص يعني true. احنا عايزين حلقة تانية. والله ده بقى قعدوا يشاوروا لي اصلهم وكده، فاحنا هننهي الحلقة دلوقتي علشان حد حدفني بطوبة حتى، يعني معلش سوري. بس عايز اقول لك this is so interesting. تعالي فعلا انا I'd love to continue the conversation at a later time. يلا والله انا مبسوطة جدا بالconversation معاك، يعني فعلا بتطلع الكلام كده بكل سلاسة. انت اللي بتطلعي الكلام، انا قاعد بسمع والله. That's it. ابدا والله. لا الاسئلة حلوة، فلا انا مبسوطة، حاسة اني مرتاحة وعايزة اتكلم. thank you so much. ربنا يخليكي. thank you so much. وتاني برحب بيكي في سينكاست، وهيبقى في حلقة تانية وعدك بده، لان انا شخصيا interested في ده. thank you so much. thank you. ميرسي جدا.